فيلمنا النهارده بيبدأ ببنت اسمها آشا، وهي بتحكي لجدها اللي اسمه سابينو حكاية شخص اسمه ماجنيفيكو. واللي بنعرف من الحكاية إن ماجنيفيكو ده كان شخص طيب جدا، وإنه كان واثق إن مفيش حاجة مهمة أكثر من الأمنيات. وبالرغم من ده ما قدرش ماجنيفيكو يحقق أمنيته إنه يتجوز البنت اللي كان بيحبها، لكنه وقتها بيقرر إنه يدرس السحر عشان يغير مصيره. وفعلا بيدرس ماجنيفيكو السحر وبيساعد الناس، وبيكون ساحر محبوب جدا. وساعتها أمنيته بتتحقق وبيتجوز البنت اللي كان بيحبها. وبيقرر ماجنيفيكو إنه يأسس مملكة جديدة ويسميها مملكة الأمنيات. بيسمح ماجنيفيكو لأي شخص إنه يجي ويعيش معاهم سلام تحت حمايته. وفعلا الناس سمعت عن المملكة دي وبقوا يجوا لها من كل مكان علشان يعيشوا فيها. وأثناء ما آشا بتحكي الحكاية لجدها بتدخل عليهم والدتها اللي اسمها سكينة، وهي بتقول لبنتها إن الملك ماجنيفيكو هيعمل بالليل حفلة لتحقيق الأمنيات. فبتفرح آشا جدا لأن الحفلة دي بتصادف يوم عيد ميلاد جدها ال100. تجري آشا بسرعة وبتروح تعرف السياح تاريخ مملكتهم، وإن هم عايشين كلهم في سلام من زمان تحت حكم الملك المحبوب ماجنيفيكو. وبتقول آشا للسياح إن ماجنيفيكو ملك طيب جدا لأنه بيحافظ لهم كل الأمنيات اللي هم بيتمنوها. وتبدأ آشا تغني وترقص بحماس شديد، وبتخلي كل الناس تنضم لها وبيغنوا وبيرقصوا كلهم مع بعض. وبعد شوية بتوصل آشا للمطبخ الملكي، وهناك بتقابل آشا صديقتها اللي اسمها داليا، وبتقول لها إن عندها مقابلة مع الملك ماجنيفيكو، إنها متوترة جدا ومش عارفة تعمل إيه. فبتطمنها صديقتها وبتقول لها إنها عندها ميزة مش موجودة عند ناس كتير، وإنها بتهتم بالناس جدا، وإن عشان كده مقابلتها مع الملك هتكون لطيفة جدا. ومجرد ما داليا بتخلص البسكوت اللي كانت بتعمله بيجروا كل الناس الموجودين علشان ياخدوا نصيبهم منه، ولكن بيتبقى منهم ولد واحد اللي ما بيلحقش إنه ياخد منه وبيكون متضايق جدا. بتروح له آشا وبتديله البسكوتة بتاعتها، ومع الوقت ده بيبدأ الولد يتكلم مع آشا بخصوص مقابلتها مع الملك. بيقول لها إن هي عندها فرصة لتحقيق أمنياتها، بيحذرها إنها تضيع الأمنية بتاعتها على حد من عيلتها، وإلا هتكون زي سايمون اللي بعد ما عمل كده حياته اتدمرت وبقى شخص ممل جدا. وفي الوقت ده بتنزل الملكة وبتنادي على آشا علشان ميعاد مقابلتها قرب. فعلا بتطلع آشا مع الملكة على السلم علشان تقابل الملك. تظهر وقتها آشا وهي متوترة ومش عارفة هتعمل ايه، فبتطمنها الملكة وبتعرفها على الحاجات اللي الملك مش بيحبها، وبتنصحها بانها تطمن لانها طيبة جدا وبتهتم بكل الناس في مملكتها. وبتقول لها ان الملك ماجنيفيكو اكيد هيحبها. وفعلا بتدخل آشا علشان تقابل الملك، لكنها وقتها ما بتلاقيهوش موجود. فبتفضل آشا تتأمل في تفاصيل المكان بانبهار شديد لحد ما بتلاحظ كتاب معين موجود جوه صندوق ازاز. فبتقرب منه آشا جدا وبتكون على وشك انها تلمسه. فجأة بيوصل الملك وبيمنعها انها تلمسه بسرعة، وبيقول لها ان الكتاب ده خطير جدا. لكن آشا بتتوتر اكتر وبتلمس الازاز بالغلط، وساعتها التعويذة بتطلع عليها وبتكون على هيئة فراشات كتير، وبتحاوطها. لكن آشا بتتوتر اكتر وبتفضل تلف حوالين نفسها لحد ما الملك بيقدر انه يتحكم في التعويذة ويرجع تاني لمكانها. وفي الوقت ده بتسأله آشا عن السبب اللي مخليه يحتفظ بيه وهو بالخطورة دي. فبتكون حجة الملك انه لازم يكون مستعد لأي حاجة ممكن تحصل. وبيكمل الملك كلامه وبيسأل آشا عن السبب اللي مخليها حابة تكون تلمسته. تقول له آشا انها بتهتم بالناس جدا، وساعتها بيظهر الملك وهو مش فاهم ايه اللي بتقوله. فبتقول له آشا كلامها وبتقول له ان دي هي مشكلتها الوحيدة، وان مميزاتها انها بتقدر تتعلم بسرعة وهتكون تلميذة شاطرة جدا. في الوقت ده بيسألها الملك عن حياتها، فبتبدأ آشا تحكي له عن والدها وبتقول له انه كان قريب منها جدا، وبتبدأ توري له رسمة للشجرة اللي كانوا بيطلعوا عليها وهما الاتنين سوا علشان يوريها النجوم. لكنه للأسف مات وهي عندها 12 سنة. وساعتها بيتأثر الملك جدا وبيبدأ يحكي لها ان هو كمان اتعرض لخسارة كبيرة وهو صغير لما اللصوص هجموا على المدينة بتاعته ودمروها، وانه من وقتها اضطروا انهم يهربوا، وانه لو كان وقتها فاهم في السحر ما كانش كل ده حصل. ولكنه بعدها اتعلم السحر وأسس مملكة جديدة علشان يعيشوا فيها كل الناس بسلام. وفي الوقت ده بيظهر ان الملك معجب جدا بآشا وبياخدها وبيدخل لمكان سري خاص بيه، وبيقول لها انه طالما سمح لها بالدخول للمكان ده يبقى هو واثق فيها. بيعرفها ان المكان ده موجود فيه كل بلورات الأمان كل أهل المملكة. وبتظهر آشا وقتها وهي مبهورة جدا، واللي بتقول للملك ان الأمنيات دي هي أهم حاجة ممكن الواحد يعيش علشان يحققها. وساعتها بيرد الملك عليها وبيأكد على كلامها، وبيقول لها ان الأمنيات دي مش مجرد رغبات، وانها جزء من قلوبنا والسبب اللي بنعيش علشانه. وبيكمل
بيكمل كلامه وبيقول لآشا إنه لسه بيتسحر من بلورات الأماني دي بالرغم من إنهم عدى عليهم وقت طويل جدا وهم معاه. وبيكمل الملك وبيقول إن هو هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحميهم، وبيبدأ الملك إنه يحرك فيهم كلهم. وفي الوقت ده بتشوف آشا أمنية جدها، فبتجري عليها آشا بسرعة وبتعرف من البلورة إن جدها كان من أمنيته إنه يعزف قدام الناس. وبترجع تاني للملك اللي بيقول لآشا إنه أخذ قرار وبيسأل إذا كانت مستعدة إنها تكون أفضل مساعدة للقوة السحرية، ولكن آشا ما بتكونش مركزة وهي ماسكة أمنية جدها. وبتسأل الملك إذا كان يقدر يحقق ليه أمنيته النهاردة، فبيقول لها الملك إن أي حد بيستنى شهور أو سنين علشان يطلب طلب زي ده، مع ذلك بياخد الأمنية وبيبص عليها، ولكنه بعدها بيرفضها ولأنها ممكن تكون خطيرة. وبيقول الملك لآشا إن جدها عاوز يعمل حاجة تلهم الجيل الجديد وإن ده ممكن يدمر كل الأمنيات فيما بعد. فبترد عليه آشا وبتقول له إن جدها شخص طيب جدا ومستحيل يأذي المملكة. لكن وقتها بيتعصب الملك عليها وبيقول لها إن هو الوحيد اللي يقرر إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش، وإنه ممكن ما يحققش أي أمنية من الأمنيات دي لكنه برضه هيفضل يحميهم دايما. فبتتضايق آشا جدا وبتقول له إن كده الناس هتفقد أهم حاجة في حياتهم وهي الأمنيات بتاعتهم، وإنهم من حقهم يعرفوها ويحاولوا إنهم يحققوها بنفسهم طالما هو مش هيحققها لهم. فبيرد الملك عليها وبيقول لها إن الناس هم اللي ادوله الأمنيات بتاعتهم بإرادتهم، وإن هو مش هيرجع لأي حد أي حاجة في الوقت ده. تدخل عليهم الملكة وبتبلغ الملك إن الاحتفال قرب، فبيطلب الملك من الملكة إنها تاخد آشا للمسرح الكبير. وبالرغم من آشا بتكون رافضة ده إلا إن الملك بيصر على قراره، وفعلا بتنزل آشا وبتقعد على المسرح الكبير بجانب الملكة. وبيبدأ الاحتفال في الوقت ده وبيستقبل الملك عضوين جداد جايين علشان ينضموا لمملكتهم. وبنعرف وقتها إن شرط انضمامهم للمملكة إنهم لازم يتنازلوا عن أمنياتهم، وفعلا بيسلموا له العضوين دول أكتر أمنية هم بيتمنوها من قلبهم. وساعتها بيفقد هما الاتنين الإحساس بشكل مؤقت بيكون واضح عليهم جدا أثر تخليهم عن أمانيهم. وبعدها بيقرر الملك إنه يحقق لشخص واحد أمنية، وفي الوقت ده بيكون سابين ومتحمس جدا ومستعد لتحقيق أمنيته. لكن للأسف الملك بيختار بنت اسمها سانيا اللي بيكون حلمها إنها تكون خياطة، وفعلا بيحقق لها الملك حلمها. وفي نهاية الاحتفال بيروح الملك لآشا بيبلغها إنه مش هيعرض عليها تاني إنها تكون المتدربة بتاعته، وإنه هيفضل دايما محتفظ بأمنيات عائلتها ومش هيحققها أبدا. وقتها بتظهر الملكة وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل، لكنها بتسيب آشا وبتمشي وراه. ناحية تانية بنشوف آشا بعد ما بتروح البيت وبتظهر وهي حزينة جدا، واللي بتروح تقول لجدها إن أمنيته مش هتتحقق لأن الملك قال عليها إنها أمنية خطيرة بالرغم من إنها أمنية جميلة جدا. لكن وقتها جدها بيتضايق جدا وبيرفض وبيقول لها إن الملك طالما الملك قال عليها خطر يبقى ما تقوليش عليها. وساعتها آشا بتستغرب جدا وبتكون عايزة تعترف له، لكن ساعتها جدها بيتعصب عليها وبيطردها من على الأكل. بيقول لها إنها عايزة تموته لأنه بعد ما يعرف الأمنية مش هيعرف يحققها لأن الملك رفض ده. فبتحزن آشا جدا من رد جدها وبتسيبه وبتجري وما بتكونش فاهمة هو ليه اتصرف معاها كده بالرغم من إنها كانت عاوزة تساعده. بعد شوية بتهدى آشا وأثناء ما هي بتتمشى في الشارع بتشوف المملكة وبتفضل تتخيل أمنياتهم البسيطة. ووقتها بتفهم إنهم عايشين تحت حكم ملك ديكتاتوري هو اللي بيقرر إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش، وإنه محتفظ بالأمنيات علشان يتحكم فيهم. بتفهم إن كل حاجة كانت عارفاها عنه كانت كذب وإن طلع ملك شرير جدا. وبتفضل آشا تتمشى لحد ما بتوصل للشجرة اللي كانت بتطلع عليها هي والدها زمان، وهناك بتفضل آشا تغني وهي باصة للنجم اللي في السماء. وفجأة بيظهر ضوء قوي جدا من النجم ده بينور المملكة كلها. ومن الناحية التانية بنشوف الملك اللي بيخاف جدا من الضوء ده لأنه أثر على بلورات الأمنيات اللي هو محتفظ بيها. وبيظهر الملك وهو قلقان جدا لما بيعرف إن ده كان تهديد ليه وإن في حاجة غلط هو بيعملها. بيبدأ الملك يدور في كل الكتب اللي حواليه عن حاجة تساعده في التهديد اللي هو حاسس بيه ده، لكن مفيش أي حاجة بتنفع. وبيكون الملك متعصب جدا وبيقرر إنه يفتح كتاب التعاويذ، واللي بنعرف بعدها إن الكتاب ده عبارة عن تعاويذ كتير لسحر أسود. وساعتها بتدخل الملكة وبتقول للملك إنها خايفة إن الكتاب نفسه يسيطر عليه ويخليه تحت أمره وساعتها هيكون ضاع للأبد. فبيقتنع الملك بكلامها وبيحط الكتاب تاني في مكانه. نرجع بعدها لآشا اللي بتكون مش فاهمة إيه اللي حصل، وفي الوقت ده بنشوف النجم اللي كان في السماء وهو ماشي ورا آشا، ولكن آشا ما بتكونش واخدة بالها منه. وفجأة بيعدي النجم ده من قدامها بسرعة، فتجري آشا وراه وبتفضل تطارده لحد ما فعلا بتوصل له
وبيكون وقتها النجم ده معاه خيط سحر بيبدأ إنه يلفه على كل الأشجار، وبيكون عنده قدرات سحرية كتير جدا، وبيقدر يخلي كل النباتات يتحولوا لكائنات حية، خلي الحيوانات تتكلم. وساعتها بتستغرب آشا جدا وبتسأل نفسها إذا كانت أمنيتها اتحققت لما بصت على النجم اللي في السماء. وفي الوقت ده بيبدأوا الحيوانات يفهموها إن كل حاجة ممكنة مع الأمنيات. وساعتها بتفكر آشا بكلام والدها لما قال لها زمان إنهم مرتبطين بالنجوم، وبتفهم إنه لما اتمنت الأمنية بتاعتها النجم ده سمعها وجالها علشان يساعدها. فبتفرح آشا جدا وبتبدأ تحكي للنجم إن الملك حابس كل أمنيات أهل المملكة في القصر بتاعه، وإنه كمان مانع أي حد إنه ياخدها علشان يحققها بنفسه. وساعتها بيقول لها النجم إنهم لازم يرجعوها بنفسهم، وبيطير النجم بعيد، فبتجري آشا وراه علشان تلحقه لأنهم محتاجين خطة محكمة علشان يقدروا إنهم ينقذوا الأمنيات. تاني يوم بتروح آشا هي والنجم للقصر، وبتتسحب وبتدخل المطبخ الملكي علشان تتكلم مع صديقتها داليا. وفعلا بتلاقي آشا وسيلة علشان تقدر تطلع بيها لأوضة الملك، وبتروح آشا وبتخبي النجم في مزرعة الفراخ، تطلع بره علشان تسأل داليا. ولكن وقتها بيظهر النجم وهو قاعد يلعب في المزرعة، وبيعمل آشا أصوات غريبة هي كمان علشان تداري على اللي بيعمله النجم. بتروح بعدها آشا لداليا وبتفهم منها إنها عارفة وسيلة نقل الأكل لغرفة الملك، وفي الوقت ده بيجي شخص علشان يلم البيض، فبتمنعه آشا من إنه يعمل كده، وما بتكونش عاوزة تدخله لمزرعة الفراخ. ساعتها بيقلقوا كل الموجودين وبيفهموا إن في حاجة هي مخبياها جوه. ولما آشا بتفشل إنها تحافظ على السر أكتر من كده فبتضطر إنها تفتح لهم الباب، وساعتها بيتفاجئوا كل الموجودين بالفراخ وهم مبسوطين وبيرقصوا، وبيتفاجئوا كمان لما بيشوفوا النجم قدامهم. وساعتها بتفهمهم آشا إنها اتمنت أمنية فجالها النجم ده علشان يحقق لها أمنيات. وساعتها بتقرر داليا إنها تساعدها وتدخلها للمكان اللي فيه غرفة الملك. وفعلا بتطلع آشا للغرفة، ولكنها ما بتكونش عارفة تفتح الباب، فبيتدخل النجم وبيلاقي وسيلة لكن دي بتحرق أغلب الكتب. ولما داليا بتشوف اللي حصل بتكون خايفة جدا. وفي الاجتماع بنشوف الملك وهو بيتكلم مع أهل المملكة، وبيقول لهم إن في خاين موجود في المملكة، بيقول لهم إن هو اللي عمل السحر الأسود اللي هم شافوه امبارح ده، وإن ده خطير عليهم، وبيطلب منهم إن لو حد عرف أي حاجة عن اللي عمل كده لازم يبلغه، وإن اللي هيدله على الخاين ده الملك هيحقق له أمنيته. وبيخلص الملك كلامه قبل ما بيدخل، فبتوقفه داليا وبتسأله أسئلة كتير غريبة عشان تأخره على ما يطلع لآشا. ولما بتفضل داليا تسأله كتير ده بيحمس كل الموجودين إنهم يسألوه أكتر. وساعتها بيتعصب الملك جدا وبيقول لهم كفاية، وساعتها بيتعطل الملك كفاية لأنه بيرد عليهم كلهم. ومن الناحية التانية تقدر آشا إنها تدخل لمكان الأمنيات، وبيظهر وقتها النجم وهو مرتاح جدا في المكان ده. وقتها بتطلب منه آشا إنه يدور لها على أمنية جدها ووالدتها. وفي الوقت ده بيكون الملك متعصب جدا على الناس بسبب إنهم بيشككوا في قدرته على إنه بيحمل الأمنيات بتاعتهم. بيطلع بعدها الملك فوق لأوضته وهو متعصب جدا، واللي بيقرر إنه يستخدم كتاب التعاويذ السحرية. وفي الوقت ده بتكون آشا أخدت أمنية جدها وبتراقب الملك وبتشوفه وهو بيتحول لشخص شرير، وبتفهم إن الكتاب ده بدأ يأثر عليه. وساعتها بينزل الملك لمكان سري علشان يستخدم الكتاب، فبتهرب آشا بسرعة وبتجري لحد ما بتوصل للبيت وبتدي لجدها أمنيته. وساعتها بتندمج الأمنية بيه من تاني. ولكن فجأة بيقتحم الملك المكان وبيكون عارف بخصوص النجم وإن آشا هي السبب فيه. وبيدخل الملك على آشا وبيسألها على النجم. آشا ما بترضاش تقول له أي حاجة عنه، فبيطلع الملك أمنية والدتها وبيكسرها قدامها. وساعتها بيجي له قوة رهيبة وبيفرح جدا وبيضحك الملك على نفسه وبيقول طول الوقت اللي فات ده كان بيحاول إنه يحمل أمنيات، وإنه ما كانش يعرف إنها كانت ممكن تديله القوة الرهيبة دي. وبتظهر وقتها والدة آشا اللي بتتأثر جدا أول ما الملك بيكسر أمنيتها. في الوقت ده بيظهر النجم قصاد الملك علشان يواجهه. لما بيجي الملك علشان ياخده بتوقع آشا الدولاب على الملك وبتهرب بسرعة هي ووالدتها وجدها. والدتها وجدها وبيهربوا بسرعة بالأحصنة لحد ما بيوصلوا للبحيرة، وهناك بيركبوا مركب وبينطلقوا بعيد عن المملكة علشان يكونوا بخير. وفي الوقت ده بتحس آشا بالذنب بسبب كل اللي حصل وإنها كانت السبب في أذية كل أهل المملكة. لكن وقتها أهلها بيهونوا عليها وبيقولوا لها إنها كانت بتحاول تحقق لهم أمنياتهم وإن الغلط كان على الملك مش عليها. وساعتها بتتشجع آشا جدا وقرر إنها لازم تواجه الملك علشان تنقذ كل الأمنيات. وبتنط آشا في المية وبترجع تاني بسرعة للمملكة علشان تنهي كل اللي هي بدأته. ومن الناحية التانية بنشوف الملك وهو بيبحث عن تعويذة شريرة علشان يصنع بيها رمح قوي بعد ما بيدمر 3
3 أمنيات تانيين علشان ياخد قوة أكبر، وساعتها بنشوف الملكة وبتكون عايزة توقفه، لكن الملك بيهددها إنه لو شك إنها خاينة للمملكة هيقتلها. وبعدها بينزلوا هما الاتنين للاحتفال، وبيطلع الملك وبيقدم سايمون وبيقول إن هو ده الشخص اللي بلغ عن آشا، وبيتصدموا كل الموجودين في سايمون وآشا بعد ما الملك بيقول لهم إنها كانت السبب في السحر اللي حصل ودمر أمنيات ال3 أشخاص دول. من بعيد بتظهر آشا وهي بتتفرج على اللي بيحصل، وبتستخدم آشا قدرات النجم وبتبعت فار صغير للملكة وبتطلب منها إنها تنقذ المملكة قبل ما تتدمر. وفي الوقت ده بيستخدم الملك التعاويذ السحرية بتاعته وبيحقق لسايمون أمنيته، لكنه بيتألم جدا من التعويذة السحرية دي، لكنه بعدها بيفقد وعيه الحقيقي وبيبلغ الملك ب6 أشخاص التانيين اللي كانوا بيساعدوا آشا وهم أصدقائه اللي بيحاولوا إنهم يهربوا بسرعة قبل ما الملك يوصل لهم. ساعتها بتوصل لهم آشا وبتعرفهم إنها مش السبب، وإن الملك هو الشرير اللي دمر أمنيات كتير علشان ياخد منهم قوة كبيرة. وبعدها بيتفقوا كلهم مع بعض على إنهم لازم يحرروا كل الأمنيات. وفي الوقت ده بتدخل الملكة عليهم وبيتصدموا كلهم منها، لكنها بتكون سمعت رسالة آشا وبقت معاهم، ووقتها بيتفقوا كلهم ويبدأوا إنهم ينفذوا الخطة اللي آشا قالت عليها. وبتروح الملكة بسرعة للملك وبتبلغ إنها شافت آشا في الغابة ومعاها باقي أصدقائها. ووقتها بنشوف الملك اللي قدر إنه يدمر أمنيات أكتر علشان يستولي منهم على الطاقة. وبيجري الملك بسرعة علشان يمسك آشا ويدمرها وياخد النجم منها. وساعتها بنكتشف إن الملكة كانت مخبياهم كلهم في المكان اللي بيطلعوا منه الأكل. وبنشوف آشا وهي في الغابة اللي بتودع النجم علشان تخليه يوزع كل الأمنيات على الناس. وقبل ما النجم يمشي بيسيب لها عصاية سحرية اللي بيطلع منها ألعاب نارية غصب عنها لأنها ما بتكونش عارفة إزاي تستخدمها في الوقت ده. وبيشوف الملك الألعاب النارية اللي في السماء وبيعرف مكانها وبيقدر إنه يوصل لها وبيطاردها في كل مكان لحد ما بيقدر إنه يوقعها في الأرض وبيكسر العصاية بتاعتها. ومن الناحية التانية بيكونوا أصدقاء آشا قدروا إنهم يفتحوا القبة الحديدية وبيحرروا كل الأمنيات، ولكن فجأة بيتحول الملك اللي مع آشا لشكل سايمون، وبكده بيفهم إن الملك لسه موجود في القلعة وإنه بكده هيقدر يسيطر على النجم. وفجأة بيظهر دب وبيهجم على سايمون، وده بيسمح لآشا إنها تهرب بسرعة عشان تنقذ النجم. وفي الوقت ده بنشوف جد آشا فبيشوف إن حفيدته نجحت في إنها تحرر الأمنيات. وفي وقتها جد آشا بيقرر إنه يرجع تاني للمملكة، وبنروح بعدها للنجم بيكون فرحان جدا والأمنيات بتتحرر، ولكن فجأة بيظهر له الملك وبيحبسه مع الأمنيات وبيستخدم قوته وبينزل كل الأمنيات على الأرض وبيسحب النجم للرمح بتاعه اللي بيدي له قوة كبيرة جدا أكبر كتير من الأمنيات. وبيروح الملك وبيمسك آشا وبيضربها. من الناحية التانية بتحاول الملكة هي وداليا إنهم يعرفوا طريقة يوقفوا بيها اللعنة دي، ولكنهم في الآخر بيفهموا إن اللي بيبدأ في الكتاب الملعون ده مش هيقدر يبعد عنه للأبد. وبنرجع تاني لآشا والملك اللي بيفرض حظر على كل الناس وبيمنعهم من إنهم يتحركوا، وبيفضل الملك يضرب في آشا وبيرميها بعيد. وساعتها بتتأثر آشا جدا وبتعيط وبتقول إنهم كلهم نجوم وفهموا وقتهم لازم يتحدوا كلهم علشان يقدروا يهزموه. ووقتها بيفضل الملك يهاجمها وبيضعفها أكتر، لكن آشا مش بترضى إنها تستسلم وبتكون لسه مصممة على الانتصار. وفجأة بيتحدوا كل أهل المملكة وبيفضلوا يغنوا معاها، وساعتها بيخاف الملك جدا من اتحادهم ده وبيهاجمهم كلهم، ولكنه بعدها بيحس إنه ضعيف، إنه بدأ يضعف جدا. وفعلا بسبب اتحاد أهل المملكة مع بعض بيتحرر النجم وبتتحرك كل الأمنيات اللي الملك دمرها قبل كده وبترجع تاني وبتبدأ كل الأمنيات تطير زي ما كانت. وساعتها بتطلع الجوهرة اللي في الرمح دول شديد وبتسيطر عليه وبتحبسه جواها. وساعتها بيروح النجم وبيلف حوالين الأمنيات ويرجعها لأصحابها من جديد، وبيكون كل أهل المملكة فرحانين لأنهم أخيرا هيقدروا ينقذوا الأمنيات بتاعتهم. ولما بتنزل آشا بتشوف إن والدتها أخدت الأمنية بتاعتها تحضنها بينضم ليهم كل الموجودين. ومن الناحية التانية بنشوف الملكة وهي بتلاقي الملك وهو بيحاول إنه يكلمها من جوه الجوهرة واللي بيطلب منها إنها تخرجه، لكن الملكة بترفض وبتخلي الحراس يرموه في السجن. وبعد شوية بيروح سايمون وبيعتذر لآشا عن اللي هو عمله وبيقول لها إنه كان أناني وعايز يحقق أمنيته بأي شكل، لكنه ندمان على ده. وبيطلب سايمون من آشا إنها تسامحه، وفعلا بتسامحه آشا وبيظهر كل أهل المملكة وهم فرحانين جدا. بنشوف بعدها الملكة وهي بتساعدهم على تحقيق أمنياتهم. بيروح النجم بعدها لآشا وهو ماسك العصاية المسحورة اللي هو كان عاملها لها، فبتعتذر له آشا لأنها اتكسرت منها، فبيصنع لها النجم عصاية تانية سحرية. وبيظهر وقتها إن آشا مش عاوزة تاخدها، ولكن النجم بيقدر إنه يقنعها إنها الأحق بالعصاية السحرية دي وإنها لازم تكون الساحرة الجديدة. وفعلا بتقبل آشا منه العصاية،
بتودعه لما بتعرف إنه لازم يمشي علشان يحقق أمنيات لناس تانيين، وفعلا بتقدر آشا إنها تحقق أمنية جدها ومامتها وكل أهل المملكة بعد ما قدرت أخيرا إنها تنقذ أهلها ومملكتها من الخطر. وبكده تكون خلصت حكايتنا. أتمنى إنكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لقناتنا حكايات انمي، والسلام.